السلام عليكم يا كرام. بسمع كثير جمع تبرعات لفلان المحتاج، للمدرسة، لبناء بيت، لأشياء كثيرة، جمع تبرعات وصدقات لهذه الناس الفقراء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذاك الرجل الأنصاري جاء لرسول الله يسأله عن مال، فالرسول عليه السلام طلب منه أن يبيع بعض أغراضه ويشتري قدوم أو فأس ويذهب ويحتطب. فوجد له يعني عمل، سبحان الله. وأنا أقول لك وأنا مسؤول أمام الله عن هذا الكلام، وأنا أعلمك كلمات بفضل الله. إلزم الاستغفار، اترك ذنوبك والزم الاستغفار وردد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ولاقيني بعد 6 أشهر أو 7 أشهر نتكلم مع هذا الذي يسأل الصدقات ماذا غير الله بأحواله. نعم، لأن هذه الصدقات وجمع الصدقات لهذه الناس الفقيرة ستجمعها كل سنة وكل شهر وكل موسم، لكن إن علمنا هؤلاء الناس الاستغفار وترك الذنوب، والله وأنا مسؤول أمام الله عن هذا القسم، إن الله سيغير أحوالهم ويغنيهم من فضله ويرزقهم رزقا واسعا لا يمد أيديهم بعد هذا اليوم لأحد. خلينا نعرف إن في الدين الخلاص، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أليس هذا كلام الله؟ ألم يقل المصطفى صلوات ربي عليه من لزم الاستغفار وهو بالليل والنهار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أليس هذا هو الرزق الذي تبحث عنه؟ إلى متى سنبقى نشحذ الناس؟ إلى متى سنبقى نمد أيدينا؟ والرسول عليه السلام قال اليد العليا خير من اليد السفلى، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. يلزم الاستغفار يا مشايخنا. خلينا نعلم الناس ما هو الاستغفار. يلزم الاستغفار حتى يعم الاستغفار في مشارق الأرض ومغاربها، ويغني الله كل من فضله جل جلاله. بالاستغفار سيفتح الله علينا أرزاق وخيرات وعلم وتكنولوجيا وتطور، ونكون من سادة الأمم وليس من أذيال الأمم. بالاستغفار ذنوبنا هي بضاعة حولها الله علينا، فأصبحنا في ذيل الأمم من كثرة هذه الذنوب. إن تبنا ولزمنا الاستغفار والله ستروا الأرزاق والخيرات والعلم والتطور وهداة البال والراحة النفسية. يعني ما لا يمكن أن تمد يدك بعد ذلك لا لبنك ولا لأخ ولا لقريب ولا لغريب. سيغنينا الله جميعا من فضله بالاستغفار. اللهم إن بلغت اللهم فاشهد. عمموا هذا الكلام للإخوة الأصدقاء في مشارق الأرض ومغاربها، للمشايخ كذلك.